لو عندك رقاق فايض من العيد وزهقتي بقى من الرقاق ابو لحمه، تعالي بقى النهارده نعمل رقاق حلو بالمهلبيه. خطير، طعمه بجد روعه وسهل وبسيط خالص، وفي دقايق هيتحضر معاكي. بس لو اول مره تشوفينا، احنا قناه اكله وترويقه، بنزل كل يوم فيديو لاكلات اقتصاديه وافكار كده لاكلات جديده وعلى قد الايد. ما تنسيش بقى تنورينا بالاشتراك في القناه وحط لنا لايك للفيديو. تعالي بقى نشوف وصفتنا السهلة والبسيطة. انا هنا معايا 3 معالق من النشا. هبتدي بقى ادوبهم الاول في اللبن. هنزل كده بحوالي 400 جرام من اللبن او نص كيلو علشان انا هعمل صينيتين. هبتدي ادوبهم الاول كده على البارد، وبعد كده هرفعهم على النار وهحط عليهم حوالي 3 معالق من السكر. هدوبهم كده كويس جدا وهقلبهم على النار. انا عايزه القوام بتاعه يبقى بالشكل ده كده بالظبط، انا عايزاه كريمي بس خفيف مش تقيل، لان هو كده كده هيتقل في الصينيه. تعالي بقى هات الصينيه الصواني بتاعتك. بصي بقى احط شويه سمنه كده اهوت وايه، وبالفرشه بتاعتي هدهنها كلها بالسمنه الارضيه بتاعتها، الارضيه والجوانب. دلوقتي بقى انا هجيب الرقاق بتاعي الناشف وهاخده كده تحت الحنفيه، يا دوبت انا همشيه تحت الميه كده اهوت بالطريقه دي. انا هاخد رقاقه رقاقه وهبلها تحت الحنفيه. انا يا دوبت بس انا هبلها بله خفيفه، عشان انا مش عايزه الرقاقيه تبقى طريه قوي معايا وتعجن. هي يا دوبت بصي انا بعد ما ببلها بتلاقي الرقاقيه برضو ايه متماسكه كده معاكي. هاخد الرقاقه بقى وهرص في الصينيه، وما بين كل رقاقه ورقاقه انا هدهن سمنه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بالظبط. هنا بقى انا حطيت في الارضيه من تحت 4 رقاقات. بعد كل 4 رقاقات هبتدي بقى انزل بالمهلبيه بتاعتي بالشكل ده. بصوا المهلبيه بتاعتي كريمي وخفيفه وسايله ازاي. هنزل كده هغطي النص بتاع الصينيه كلها بالمهلبيه كده اهوت. تعالي بقى دلوقتي عشان بس ايه نزيد الصينيه حلاوه. لو انت عندك اي نوع فاكهه هتحطيه فوق المهلبيه بالشكل دوت. انا هنا كان عندي تفاح، قطعته شرايح ورصيته كده هو فوق المهلبيه بالطريقه ديت. لو عندك اي فاكهه تانية حطيها. انا عملتها قبل كده بالموز وكانت جميله جدا، الموز بيديها طعم حلو جدا. انا هنا بقى خدت التفاح بتاعي ورصيته في الصينيه اللي تحت. كذلك بقى هاخد بقيه الرقاقات، همشيها برضو كده تحت الحنفيه، هبلها ميه وهبتدي ايه ارصها فوق الصينيه كده اهو بالطريقه دي. وهدهن برضو ما بين كل رقاقه ورقاقه سمنه. هحط برضو 4 رقاقات، يعني زي ما حطيت 4 من تحت هحط 4 من فوق بنفس الطريقه دي كده بالظبط. انت ممكن بدل ما تبلي الرقاق بالميه ممكن تبليه باللبن، بس احنا هنا وصفتنا اقتصاديه وفي نفس الوقت طعمها هيبقى خطير، واحنا كده كده هنضيف عليها لبن دلوقتي. تعالي بقى بعد ما دهنا الصواني كده الوش بتاعها سمنه، دخلتها في الفرن قعدتها من تحت شويه، واول ما الجوانب اتحمرت حطيتها تحت الشوايه، واول ما خدت اللون الذهبي دوت طلعتها على طول. معايا دلوقتي بقى اللبن سخن وحط عليه سكر، يعني هو ايه ظبط السكر بتاعه. وهي الصينيه بتاعتي سخنه كده هنزل عليها باللبن بالطريقه ديت، وهبتدي احرك في الصينيه دي كده من جميع الجوانب عشان ايه اللبن ياخد جميع الجوانب كلها بالشكل ده. تعالي بقى نقطعها بقى، ومش قادره اقولك على الريحه جميله جدا. انا بقطعها كده سمبوكسات بالطريقه دي كده. عايزه اقولك بقى ان هي واخده قرمشه من بره حتى باينه وانا بقطعها، حلوه جدا. تعالي بقى شوفي كده شكلها من جوه بجد خطيره جدا خطيره. بصي بقى قدميها بالطريقه ديت بتبقى شكلها حلو قوي. انا عايزه اقولك ان المهلبيه من جوه مع الفاكهه بتبقى ريحتها بجد حلوه قوي قوي، سايحه كده وجميله وحلوه خالص. بصي بقى عامله ازاي، واخده كده طبقه قرمشه كده من بره وطريه من جوه خطيره. جربوها وهتعجبكم ان شاء الله، في دقايق هتحضريها. مع السلامه.